السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل صينية برام الرز في الفرن النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا المقادير: كيلو لبن، ومعانا هنا حوالي كوبايتين صغيرين مية، كوبايتين بتوع الشاي في الكنكة. معانا هنا معلقة سمنة بلدي على قشطة من تحت في قعر الطبق كده، قشطة على سمنة بلدي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل برام الرز في الفرن النهارده معاكم. هنبتدي دلوقتي. اول حاجه هاخد البرام بتاعنا ده. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده القشطه ديت في من تحت كده، معلقتين قشطه على السمنه بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط القشطه مع السمنه. اللهم صل على سيدنا محمد. بالطريقه دي كده، القشطه مع السمنه البلدي مع فقار البرام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنكتفي كده، خلاص كده ان شاء الله. كده حطينا القشطه مع السمنه البلدي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط الرز بتاعنا غسلينه كويس جدا اهو، حوالي كيلو رز او كيلو وربع على حسب البرام هياخد قد ايه. البرام اللي معانا ده بياخد كيلو وربع. البرام اللي انا هحط فيه الرز ده بياخد كيلو وربع. دلوقتي هنحط الرز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اقطع اي حاجه من الفيديو، ابقى معاكم اول باول كده، يعني من اول من البدايه. مش هقطع اي حاجه خالص في الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غسله الرز وكنت حاطاه كده على الطبق عشان يتصفي ميته، غسله في المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا القشطه والسمنه البلدي في قعر البرام من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الرز في البرام. هنشيل الطبق ده خالص كده، ملهوش لازمه معانا. هنحط الملح بتاعنا. ادي اللبن اهو. هنحط بقى حوالي 3 معالق ملح كده. احنا بنحط بالبركه، بس بنبقى عارفين ايدينا بتحط ملح قد ايه، عارفين ايدينا الملح اللي هي بتحطه قد ايه بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب دلوقتي معانا معلقه اهي، هنقلب الملح اللي احنا حطيناه في اللبن بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبنا اللبن بتاعنا، هنحطه على برام الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزود ميه بالطريقه دي كده عشان ما تفرش مننا الصينيه في الفرن. بنزود ميه مع الرز مع اللبن. هندخل دلوقتي البرام بتاعنا ده في الفرن، في فرن البوتاجاز او الميكروويف او اي فرن عندكم. طبعا الصينيه ديت او البرام اول ما يخش الفرن وان شاء الله الرز يطيب هطلعه معاكم واوريكم النتيجه. خليكم معايا برضو ما تمشوش، لان هوريكم نتيجه الرز بعد ما اطلعه من الفرن. حبايب قلبي، هطلع صينيه الرز من الفرن بقى. صينيه الرز اللي انا عملتها معاكم هطلعها من الفرن عشان اوريكم النتيجه. خليكم معايا. برام الرز اللي في الفرن اللي انا عملته معاكم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه رايكم بقى في برام الرز اللي انا عملته ده؟ حكايه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ريحته في منتهى الجمال ما شاء الله. شايفين برام الرز اللي انا حطيته اللي انا عملته معاكم اهوتي ما شاء الله. حطوا اللايك يا حبايب قلبي، لايك للفيديو فضلا ليس امرا. لايك يا حبايب قلبي للفيديو فضلا ليس امرا. شايفين برام الرز؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى اقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اشوفك يا رب.